ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. نصيحة مني، ما تتخانقوش قدام اولادكم، علشان بيفضلوا فاكرين الخناقة دي لغاية ما يكبروا، وبيفضلوا فاكرين الكلام اللي اتقال، وبيفضلوا فاكرين الموقف. ما تفكروش ان هم اطفال كده وخلاص وما بيفتكروش حاجة ودول عيال لا 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 لا، مفيش الكلام ده. بيفتكروا كل كلمة وبيفتكروا كل موقف وبيفتكروا كل حاجة. يعني انا فاكره يعني حاجات كتير قوي من وانا طفله، يعني كنت بلعب ايه وكنت بعمل ايه يعني اكيد يعني فاكرين يعني حاجات من وانتوا صغيرين. فالمشاكل كمان بتعلم قوي في دماغ الطفل، يعني الكلام اللي اتقال بين الاب والام والمشاكل والزعيق والخناق والضرب والكلام ده، على فكرة بيأثر عليهم جدا نفسيا، وممكن يأثر عليهم في دراستهم و وكمان بيطلعوا ان هم يعني في ناس بتطلع مش سوية، بتطلع مثلا عنيفة في تعاملها، بتطلع مثلا خدت حاجة من يعني اتأثرت بالعنف اللي حصل زمان ليها، اللي شافته. لما يكون في مشاكل بينكو، نصيحة تاخدوا بعض كده في الأوضة وتقفلوا على نفسكوا، تتكلموا بالراحة وتتناقشوا. كمان ما تضربوش في بعض بقى وتزعقوا لبعض وتمسكوا في هدوم بعض وتقطعوا هدوم بعض بلاش الكلام ده، عشان الأطفال برضو بتبقى سامعة. يعني ممكن تتناقشوا في الموضوع كده، ولو لقيتوا الموضوع تفاقم قوي منكوا يعني ومش عارفين تسيطروا عليه، ابعدوا عن بعض شوية، في سكوت في هدوء لغاية ما الدنيا تتحل، وبعد كده ارجعوا تاني. لكن بلاش زعيق وبلاش خناق وبلاش صوت عالي وضرب وحاجات من دي، عشان الأطفال بتتأثر ونفسيتها بتتعب، وبتطلع لما بتكبر بقى بيبقى عندها عقد، بتبقى مخنوقة بقى من اللي حصل وتفضل تفتكر، وبيبقوا معاشوش طفولة كويسة، بيبقوا متضايقين. لما بيشوفوا بقى في المدرسة أبهات وأمهات زمايلهم بيبقوا متضايقين جدا ويبقوا مخنوقين ويقولوا بقى طب ليه احنا ما عشناش كده، طب ليه هما كانوا بيعملوا كده، ويفضلوا بقى يفكروا في المواضيع اللي حصلت والخناقات اللي حصلت، وتحصل كده في دماغهم افكار كتيرة قوي، وانتوا بتفكروا ان دول اطفال ما بيفهموش بقى دول بقى، ونتخانق قدامهم ونتكلم قدامهم عادي وعادي وما فيش مشكلة. لا، بتبقى مشكلة يا جماعة، وخلي بالكوا لو في مشاكل جامدة بينكوا يعني ابعدوا عن بعض شوية. المشاكل هترتاح والدنيا هترتاح، ارجعوا لبعض تاني. لكن بلاش زعيق وشتيمة ومشاكل علشان الأطفال بس كده. لو شايفين الفيديو ده ممكن يفيد حد، اعملوا له شير واعملوا لي اشتراك او متابعة حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.